مهم جدا 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 لاخواتنا المسافرين. اخواتنا المسافرين السعودية، نظام الكفالة اتلغى. ولقينا لك السوشيال ميديا كلها مقلوبة وتقول لك ان الكفالة اتلغت في السعودية. يعني مش هيبقى لك كفيل. فيلم حياة الماعز خلاص. ده الكلام اللي طلع والكلام اللي اتقال، بس الله اعلم ايه اللي هيطبق وايه اللي هيتلغي. هما الحقيقة لغوا نظام الكفالة وعملوا نظام العقد، اللي هو هنمضي عقد برضه بس فيها شوية حريات، اللي هي ايه بقى؟ ان انت تسيب السعودية عادي وقت ما تحب بدون اذن كمان. تغير شغلك عادي برضه بكل سهولة. في حاجات مميزات كتير اتعملت، وفي حاجات اتعملت ليهم يعني. حتى نظام الفلوس قلت شوية. يعني هو قل كتير قوي عن الأول، يعني هياخدوا حاجة بسيطة. وده حاجة كويسة يعني. الناس اللي مسافرة السعودية ربنا معاهم، لنا ناس كتير جدا هناك. ودي حاجة تفرحهم. يا رب فرحهم دايما بالأخبار السعيدة دي، وفرحنا احنا كمان، فرح الوطن العربي كله. آه، ويا رب كده ما يرجعش تاني نظام الكفالة ده، لأنه تحس إن هو كان ذل وقهر كده للناس. لأن فيلم حياة الماعز ده كان حاجة حقيقية فعلا، الناس اللي شافتها هو فعلا حاجة حقيقية. و... والواحد زعلان إن يحصل كده من شعب زي شعب السعودية لناس هو مش كلهم وحشين ومش كلهم حلوين. هو اللي عمل كده واحد شخص، وأكيد في أشخاص تانية غيره تانيين عندهم نقص بيطلعوه على الناس. فالحمد لله يعني إن الموضوع ده انتهى. وكان في أخبار تانية اللي هو كانوا بيقولوا أصلا نظام الكفالة ده ملغي من 2021، واحنا النهاردة 2025 بيتكلموا فيه جديد ان هو اتلغى الايام دي، يعني من يومين ولا حاجة. فربنا يستر وما يرجعش